فاكر أول مرّة قعدت فيها مع المدير بتاعك وهو بيزعّق لك على حاجة أنت ما عملتهاش؟ أو لمّا العميل كلمك الساعة 23:00 وقال لك أنا عاوز التعديلات دي الصبح وفورًا، ساعتها حسيت إن قلبك وقع في رجلك، وقُلت في سرك يا ريتني ما دخلت الشغلانة دي أو اشتغلتها أصلًا، بس تعرف إن المواقف دي هي اللي هتصنع منك أقوى نسخة، وهي اللي هتخلّيك تنجح في السوق بعد كده، لأن الشغل الوحش بيعلّمك 5 حاجات عمرك ما هتتعلمهم في أي مكان تاني لو ما قابلتش الحاجات دي. 1 بيعلّمك تسيطر على أعصابك، العميل صوته عالي، المدير بيطلب طلبات مستحيلة، أنت متخيل بقى إنك لو بتنفجر في وش أي حد كان زمانك دلوقتي قاعد في البيت وعمرك ما هتواظب على شغل أو هتكمل في شغل، لأن المواقف الصعبة دي بتعلمك إزاي تاخد نفس عميق وتحافظ على هدوءك، وده من أقوى الأسلحة اللي هتفيدك طول عمرك. 2 الشغل الوحش بيكسر حاجز الخوف جواك، لما بتواجه مشاكل صعبة كل يوم بعد فترة ما بتخافش من أي حاجة، يقولوا لك في مشكلة تقول لهم هاتوها لي، أنا شفت أصعب منها قبل كده كتير، وده اللي بيخليك تبدأ مشاريعك الخاصة بشجاعة وتقدم على أي شغل أنت عايز تقدم عليه وتاخد خطوات وقرارات غيرك بيخاف ياخدها. 3 الشغل الوحش بيعلمك ازاي تتعامل مع كل الشخصيات، المدير المتسلط، الزميل الحقود، العميل صاحب المزاج المتقلب، وبعد فترة بتكون خبير في قراية الناس وتعرف ازاي تتعامل مع كل شخصية، وده سر نجاح المديرين الكبار. 4 الشغل الصعب او الوحش بيخليك تعرف قيمتك الحقيقية، لما بتشتغل في مكان مش مقدر شغلك بتعرف قد ايه انت تستاهل اكتر، وده بيديك الدافع تدور على فرص احسن بعد كده او حتى تبدأ شغلك الخاص. 5 الشغل الصعب بيعلمك التحمل في اصعب الظروف واصعب المواقف، لان الشغلانه الصعبه زي التمرين بالظبط، ما لا يقتلك يقويك، وبعد ما بتخرج منها بتلاقي نفسك اقوى واكثر تحمل لاي تحدي جديد. الخلاصه لما تلاقي نفسك في شغل مش مريح، بدل ما تركز على المعاناه اسال نفسك ايه اللي ممكن اتعلمه من المواقف دي، اكتب المهارات اللي بتكتسبها كل يوم حتى لو كانت صغيره، اعتبر كل موقف صعب تدريب مش معاناه، احتفل بالمكاسب الصغيره، لان الحقيقه التجارب الصعبه دي هي اللي هتميزك عن غيرك، وهي اللي هتخليك قادر تتعامل مع اي تحدي في حياتك بصفة مستمرة. وسؤالي ليكم ايه اصعب تجربة شغل انتوا مريتوا بيها؟ سيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير وتدعمنا على القناة، وما تنساش الصلاة على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.